بس هو ايه اللعبة دي؟ اشرح لك حالا. المحور الأساسي بالنسبة لي إزاي أتعامل مع طفلي المتحرش. أول حاجة هدوء تام، لازم يكون عندي نعمة وحكمة، لازم أعرف إزاي أتعامل مع ابني. أسمع طفلي. لو طفلي تم التحرش بيه في المدرسة ملهاش دور إن هي تعالج طفلي، المدرسة ملهاش دور إن هي تسمع طفلي. عارفة مين دوره؟ الدكتور المختص، وبابا وماما بسمع ويحكي لي بكل التفصيل وبكل الحاجات الدقيقة وأنا فاهماه وبصة في عينه تماما. هروح للدكتور، الدكتور هيشرح له المشكلة حصلت بالظبط. يبدأ الدكتور بناء على ايه ما يحسسهوش بالذنب، يقول له عادي خالص، الموضوع سهل جدا وبيحصل ل 80 طفل من كل 100 طفل، يعني انت مش اول حالة تجيلي. تحسسه ان الموضوع سهل وبسيط، ما تحسسهوش بالذنب خالص، عشان الطفل يعرف يحكي وعشان ما يحسش بالذنب، لان الذنب انواع ومشاكله كتيرة. وبعد ما يحكي لي ابدا في العلاج، وما اعرفش حد من المدرسه ان هو حصل معاه كده. عادي خالص جدا، مليون حد حصل له كده. طفلك مسؤوليتك، لا تتهاون في مشكله التحرش، ما تقللش من اي سبب يجي يحكوهولك. حتى لو كان بيكذب عادي، عيش معاه اللحظه في الكذب وفي الغلط وفي كل حاجه، عيش معاه في كل لحظه هو بيعيشها. قول له يا حبيبي انا معاك في الغلط قبل الصح، وهعرفك الصح من الغلط. ما تسيبهوش. اتفرجوا على المسلسل واعرفوا ازاي تتعاملوا مع اطفالكم، واعرفوا ازاي تتعاملوا مع بعضكم قبل ما تنجبوا اطفال. اتفرجوا على الفيديوهات اللي انا منزلاها لعلاقه صحيه زوجيه سليمه، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، ولو حابين تشيروا اكتر عشان خاطر الموضوع الناس يكون في وعي وادراك من خلال الفيديو. شكرا.